السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على قناتي كيتشن ابتسام دو باغي. إلا كنتوا لأول مرة كتشاهدوا القناة نتمنى أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ما تنسوش أنكم تعملوا لايك للفيديو وتعليق محفز. بالنسبة اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد الغديوة هادي اللي كتوجد في وقت وجيز، لذيذة بزاف ورائعة للغاية. بقاو معايا باش تشوفوا السر ديال هاد التحميره ديال الاجنحه تاع الدجاج اللي كتجي هائله للغايه. اذا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو بالنسبه للطورتيه تشكيله ديال الخضر. انا استعملت هنا حبه ديال البصله، الفلفله خضراء، القرعه و الجزر. غادي نحتاجو ايضا 5 ديال الحبات ديال البطاطا مقشره ومقطعه مربعات باش نصيبوا بها الطورتيه. 5 الحبات ديال البيض، البقدونس والمعدنوس. التوابل غادي نحتاجو الابزار، الخرقوم، الزنجبيل والملحه. غادي نحتاجو فص ديال الثوم محكوك وملعقه صغيره ديال الخردل. بالنسبه لاجنحه الدجاج عندي هنا كيلو ديال الاجنحه ديال الدجاج من بعد ما غسلناها مزيان. غادي نحتاجو ليها 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، ملح، ابزار، زنجبيل، ملعقه كبيره ديال المختار، ملعقه كبيره ديال لا مايونيز وملعقه كبيره ديال هاد لاصوص ديال الابزار كتجي زوينه بزاف. اذا اول حاجه غادي نعملوها هي غادي نوجدوا هاد لا ماريناد فين غادي نتبلوا بها الاجنحه ديال الدجاج ديالنا. يمكن لكم انكم تستعملوا الفخيداس ديال الدجاج او تقطعوا الصدره ديال الدجاج قطع رقيقه وتعملوا لا هاد التتبيله هذه كتجي خطيره للغايه. وكيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو كيجيو هاد الاجنحه الدجاج محمرين بواحد التحميره ذهبيه رائعه والمذاق كيجي ولا اروع. اذا كيف ما كتشوفوا معايا كنوضعوا في اناء داك التوابل اللي عندنا اللي هي الابزار، الملحه والزنجبيل. كنضيفوا عليها ملعقه كبيره ديال المايونيز، ملعقه كبيره ديال لا مختارد وملعقه كبيره ديال هاد صوص الابزار. هاد صوص الابزار كتوفر في المحلات التجاريه الكبرى، الا ما توفرتش يمكن لكم انكم تستغناو عليها. من بعد ما خلطت داك لا ماريناد ديالي غادي نماريني فيها هاد الاجنحه ديال الدجاج مزيان، ومن بعد كنوضعها في واحد الاناء وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخلي هاد اجنحه الدجاج في هاد لا ماريناد حتى كتشرب لينا لاصوص مزيان. كنخليوها تقريبا لمده ديال 3 ساعات او 4 ساعات، او يمكن لكم توجدوها بليله قبل وتخليوها تشرب مزيان هاد لا ماريناد هادي. بعد ما غادي تشرب لينا اجنحه الدجاج ديالنا هاد لا ماريناد كنوضعوها في صينيه ديال الفران وكندخلوها الفران اللي مشعل على 200 درجه حتى كيطيبوا لينا اجنحه الدجاج وكيتحمروا لينا. الان غادي نمروا باش نوجدوا الطورتيه. بالنسبه للطورتيه بعد ما قشرنا البطاطا وقطعناها مربعات صغيره كيف ما كيعرف الجميع كنقليو البطاطا ديالنا في الزيت. واللي زوين في هاد الطورتيه هادي انني غادي نحضرها بتشكيله ديال الخضر اللي كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. من بعد ما قليت داك البطاطا ديالنا ديال الطورتيه في مقلاه كنوضعوا مقدار 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده او يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون. من بعد كنضيفوا البصله، كنخليو البصله حتى كتشحر شويه، عاد كنضيفوا عليها الفلفله خضراء. يمكن لكم تستعملوا في هاد الطورتيه هذه اي نوع ديال الخضار بغيتو. ملي كنضيفوا البصله في المقله كنضيفوا عليها داك فص ديال الثوم محكوك وكنشحروا البصله ديالنا حتى كتنزل لينا البصله شويه. من بعد عاد كنزيدوا عليها داك حبه ديال الفلفل الاخضر اللي مقطعه كيف ما شفتوا معايا، وكنضيفوا الجزر والقرعه. الكورجيت كنخليوها هي في اخر المطاف حيت كتعرفوا ان الكورجيت ما كتاخذ ليناش وقت كبير باش طيب لينا. المهم كنصوتيو هاد الخضر ديالنا مزيان ومن بعد كنضيفوهم للطورتيه ديالنا. التورتيه هي واحد الاكله اسبانيه شهيره كلاسيكيه من قديم الزمان، ولكن انكم باش تضيفوا عليها الاضافه ديال الخضر كتجي شي حاجه اللي زوينه خصوصا الاطفال ديالنا. اذا كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كطيب ليا الخضره ديالي وكتنزل ليا. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال كيف غادي نحضروا التورتيه ديالنا اللي طريقه اللي سهله بزاف. اذا بعد ما نزلت ليا الخضره ديالنا كيف ما شفتوا معايا
هاد الغديوه هذه كتوجد في واحد الوقت وجيز وكتجي غزاله بزاف. بعد ما كتنزل لينا الخضره ديالنا عاد كنضيفوا التوابل واللي هي عباره عن نص ملعقه صغيره ديال الابزار، نص ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، نص ملعقه ديال الخرقوم، وما نساوش ملعقه صغيره ديال لا مختارد اللي كتعطينا واحد اللذه زوينه في التورتيه ديالنا. اذا كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال التورتيه سهله بزاف وكتجي رائعه. وملي كنطفيو النار على الخضر ديالنا كنزيدوا 2 معالق كبار ديال المعدنوس، 2 معالق كبار ديال البقدونس القزبور. كنضيفوا الخضر ديالنا على داك البطاطا ديالنا من بعد ما قليناها، وكنخلطوا الخضر مع البطاطا، ومن بعد كنضيفوا البيض الكافي باش غادي يجمع لينا التورتيه ديالنا. انا هنا اكتفيت ب5 الحبات ديال البيض فقط جمعوا لي التورتيه. وكان بعد كنطيبها في مقلاة، يمكن لكم انكم طيبوها في مقلاة صغيره باش كيجي الشكل ديال التورتيه صغير، او لا يمكن لكم انكم طيبوها في مقلاة كبيره وتصيبوا واحد التورتيه بحجم عائلي. اجنحه الدجاج من بعد ما شربت داك لا ماغيناد مزيان غادي نوضعها في الفران مسخن على 200 درجه. غادي نخلط داك الخضر ديالي بالبيض، 5 ديال الحبات ديال البيض كيف ما قلت لكم، وكنجمعوا التورتيه ديالنا مزيان بداك البيض حتى كنشوفوا المزيج ديال التورتيه انه معلك لينا، ما تكونش الخضر ديالنا مازال ناشفه من البيض باش كتجينا التورتيه متماسكه وما كتهرس ليناش ملي كنكونوا كنطيبوها. اذا في مقلاة غادي نرشوا عليها رشه ديال زيت الزيتون، غادي ندهن المقلاة بداك الزيت وكنفرغوا الكميه اللي بغينا ديال التورتيه كيف ما شفتوا معايا. كيبقى الكميه اللي غادي تعملوا على حسب السمك ديال التورتيه كيف ما بغيتوه. اذا بعد ما كطيب لي التورتيه من التحت كنقلبها وكنطيبها من الجهه الثانيه. كيف ما كتعرفوا ان التورتيه شي حاجه اللي سهله بزاف، كلشي كيعرف انه يوجدها في البيت، لكن بغيت نتقاسم معكم اليوم الطريقه ديالي كيف كنحضر التورتيه وباش يستافدوا الجميع، وبالنسبه للاخوات المبتدئات باش يعرفوا انهم الطريقه ديال التحضير ديال الاكل راه شي حاجه اللي سهله، خصو غير الواحد الخاطر ويكون كيبغي الحاجه اللي كيعملها. بعد ما طابت التورتيه ديالي وقطعتها، هذا هو الشكل ديال التورتيه، كيجي محمر غزال وبداك الالوان ديال الخضر كتجي هائله والمذاق ديالها كيجي رائع للغايه. اجنحه الدجاج من بعد ما طابت ليا وخدات داك اللون الذهبي الجميل كيف ما كتشوفوا